الباكيكا والتصفية الوطنيين المخلصين وتخوين الأبطال. الجزء الأول. من المفترض يتقرب بحذر من قراءة التاريخ، كون كتابه راعوا مصلحتهم مما لا شك فيه، فلو قلبتم صفحات التاريخ لوجدتم أن الأبطال أصبحوا خونة والخونة أصبحوا أبطالا، فكل ما قيل لا تكرر قوله وكتابته، فمن البديهي أن يصبح وكأنه واقع حقيقي عاشه الناس. ومن المؤسف أن أقلام الباكيكا قد تلاعبت بتاريخ كردستان، وبالأخص خلال السنوات الأربعين الأخيرة، فأصبحت تمتلك أرشيفا تاريخيا غوغائيا ضخما، فغيرت حقائق الأحداث وجعلت من الأبطال الوطنيين خونات يتلقون اللعنات. والأمر أنها نجحت في مسعاها هذا، وليست الباكيكا المذنب الوحيد في هذه الجريمة، بل يشاركها في جرمها القلة القليلة من مخالفيها ممن يعرف حقيقة هذه الأحداث، واختار الصمت والكتمان تجاه تزييف الوقائع والأحداث هذا لأي سبب كان. نعم، من الممكن أنهم اختاروا الصمت خوفا على حياتهم من بطش الباكيكا، بل من المؤكد أنهم فعلوا ذلك، فإنهم إن أطلقوا عنان أقلامهم لسبر أغوار حقائق التاريخ لا تم استهدافهم وتصفيتهم من قبل الباكيكا أو اتهامهم بالخيانة على أقل تقدير. فمصير صاحب الفكر المخالف للباكيكا الموت المحتوم على يدها وبدم بارد ومن غير تأنيب ضمير، وإن كان من أقرب المقربين لها. فيا ترى كيف سيكون مصير المناهضين المعادين لها؟ وما المأمول من عفو ورحمة منها لو كان هذا مصير رفقاء الدرب وأقرب المقربين لها؟ تدير الباكيكا نضالها وفق مفاهيمها الخاصة والمستقاة من أفكار عبد الله أوجلان في كتابه تصفية المخالفين، وهذا الكتاب في جوهره يتحدث عن المخالفين في صفوف الباكيكا والذين ينتقدون أساليبها وسياساتها وإدارتها، وعن حيثيات تصفيتهم واتهامهم بالمخلين المتمردين العملاء والخونة. ودائما ما تستظل الباكيكا بمظلة المصطلحات العصرية كالديمقراطية وتقبل الرأي الآخر واحترام المقابل، غير أن الواقع خلاف ذلك تماما. فدائما ما ترى المنتقد المغاير تهديدا لبقائها ووجودها، فكما يرى الأتراك وجودهم في فناء الكرد، فكذلك الباكيكا ترى وجودها في فناء الأفكار المغايرة والمناوئة. فإما يتم تجريد هذه الخلافات من أي تأثير يذكر، أو يتم التخلص منها نهائيا ومحوها من الوجود. فهذا هو المقصود من مقولة تصفية المخالفين. وهناك مرحلتان أساسيتان لتصفية الكوادر المنشقين والمخالفين وتخوينهم في تاريخ الباكيكا. الأولى تضم ما بين عامي 80 ولغاية 86، والمرحلة الثانية تضم ما بين عامي 99 و2007، وبالأخص عندما دافع أوجلان عن نفسه أمام المحاكم التركية بعد عام 99 وبنائه تلك العلاقات المشبوهة مع الدولة التركية، والتي تسببت بإحداث تناقضات غريبة حيرت فكر كل إنسان وخلقت شكوكا وتساؤلات ليس في عقول كوادر الباكيكا المتقدمين والوسط فقط، بل وفي عقول الأعضاء والكوادر الجدد أيضا، أولئك المقاتلين الذين كانوا يحتفظون برصاصة الرحمة دائما كي لا يقعوا أسرى بيد الدولة التركية التي يرونها ألد أعدائهم. فباتوا يتحدثون سرا عن الزعيم آبو بأنه قد استسلم وأنه يخدم الدولة التركية الآن، وهذا ما تسبب في إحباط حماسهم وكسر معنوياتهم وإرادتهم. وتبعثرت تنظيمات الباكيكا وتشتتت شملها، ولم يبق باستطاعة التنظيم إقناع كوادره ومقاتله بالسكوت، لذا أجبرتهم عليه بأساليب العنف والتخويف، ما أدى لانشقاق أمثال الدكتور سليمان ومجموعة من رفاقه من صفوف تنظيمات الباكيكا، ليتم بعدها اتهامهم بالخيانة، بل الذهاب لأبعد من هذا والقول باحتمال جاسوسيتهم وعملياتهم للدولة التركية، غير أن هذه الاتهامات لم تثلج صدور كوادرها. فبدأت الباكيكا بتصفية الجماعة الصغيرة التي رأت من المحتمل أن تصبح مناوئة ومناهضة لها مستقبلا، فما عملية اغتيال فايق ديريكي من روج آبا إلا من هذا القبيل، غير أن الباكيكا أظهرتها أمام أنظار الشعب وكأنها عملية انتحار. كما قامت الباكيكا بقتل كادرها القيادي فاروق وزغورت الملقب باسم الحراك ناصر، وأدانت جماعة مسلحة معادية للباكيكا واتهمتها بمقتله. والحق أن قرار تصفية ناصر نوقشت في جلسة لكافة قادة الباكيكا وأصحاب القرار الثمانية فيها، وتم صدور قرار تصفيته من قبلهم. وقد التحق ناصر بصفوف الباكيكا عام 80، وكان وطنيا مخلصا لقضيته، أمضى حياته في الجبال وارتقى في صفوف الجريلا وأصبح من المحاربين العظماء في صفوفها، فيما
محاور وجبهات زاغروس وبادنان وآمت وخرزاني. والخطأ الوحيد الذي ارتكبه أنه لم يكن يرى صحة القرارات الصادرة من إمرالي، وكان يقول بأن التقرب بهذا الشكل من الدولة التركية خطأ فاضح، وأن القيادة ترتكب أخطاء. وبعد اعتقاله لمدة سنة طلبوا منه الاستعداد للمغادرة معهم، فأخرجوه من مكانه وذهبوا به وراء صخرة وعدموه رميا بالرصاص. وقد صدر قرار إعدامه من قبل أمثال جميل بايك ودوران كالكان ومصطفى قراسو، وبعد 13 سنة من اغتياله اعتبروه شهيدا في سبيل القضية، علما أن من أصدر حكمي الإعدام والشهادة بحق فاروق كان كل من جميل بايك ودوران كالكان ومصطفى قراسو. فهذا كالمثل الكردي القائل: يأكل مع الذئاب ويبكي مع القطيع. وكأن المثل قيل بحق البككة عندما تغتال كوادرها وتصفهم بالشهداء وتذرف عليهم دموع التماسيح. كما تعقبت البككة بارزاندورا عند انشقاقه عن صفوفها وهروبه من بطشها وقتلته. وسلسلة الاغتيالات مستمرة، ففي الليزيريليكايا الملقبة باسمها الحركي جولان تم غرقها، ولا يعرف حتى الآن كيف غرقت هذه المناضلة وما حقيقة ملابسات حادثة غرقها، غير أن البككة تتهم الاتحاد الوطني الكردستاني بتدبير عملية قتلها من الخارج. والأمثلة على هذه الحالات كثيرة لا تعد ولا تحصى. ترقبونا.